جماهير نادي الزمالك هي السبب في الفوز اللي حصل. الفرقه الشوط الاولاني وحشه جدا وبادئه وحشه وبتلعب كره وحشه، والجمهور ما بطلش تشجيع، عنده امل ان الفرقه هترجع وفعلا رجعت. عشان كده هم عارفين، انتوا عارفين البعد، عارفين ان الجمهور ده هو رقم 1 و2 و3 و4 في نتائج نادي الزمالك. فعشان كده ان هم بيدوروا له على اي ثغره عشان ما يحضرش. يعني ممكن نتفاجئ الماتش اللي جه ولا بتاع، تلاقي غرامه وتوقف جماهير الزمالك وبعد. ممكن اي فيلم، عشان ان جماهير الزمالك اللي هي الحصن الحصين ده لنادي الزمالك هو السبب في المكاسب، ممكن ما تشوفوش تاني. وارجع للماتش بتاع سيراميكا كليوباترا، ما حضرش ليه جماهير؟ تقوليش لا، عمرنا ما شفنا ان كاس في دور ما يبقاش فيه جماهير. عمرنا ما شفنا الكلام ده. انتوا عمالين تطلعوا لنا حاجات جديده ما نعرفش انتوا بتطلعوها ازاي وايه المقصود منها وايه الغرض منها، ويا ريت مثلا هتنفع الكره المصريه. على العموم مبروك لنادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك والمعتمد جمال واحمد فتوح العوده الحميده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو قريب باذن الله. السلام عليكم.